أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم سايب أثر. في حياتنا في أسرار صغيرة مستخبية، مش لازم تكون حاجة مأساوية أو تقيلة. أوقات بتكون مشاعر جوانا، أو حلم محدش يعرفه، أو حتى كلمة نفسنا نقولها ومش قادرين. السر مش دايما حاجة سودة، ساعات بيكون هو أجمل حاجة بتحافظ علينا من جوه. مريم بنت عندها 28 سنة، من وهي صغيرة بتحب الكتابة. كانت بتكتب خواطر عن يومها، عن مشاعرها، عن أحلامها، وتخبي الكشكول في درج مقفول بالمفتاح. محدش في بيتها يعرف إنها بتكتب، حتى أصحابها الأقرب ليها عمرها ما قالت لهم. كانت دايما بتخاف يسمعوا ويضحكوا عليها أو يقللوا من اللي بتكتبه. مع الوقت السر ده بقى هو الشيء الوحيد اللي بيرجعها لنفسها، وكل مرة تفتح الكشكول وتحط قلمها على الورقة بتحس إنها بتتنفس. السر مش دايما عيب، أوقات بيكون هو المساحة الخاصة اللي بنحافظ بيها على نفسنا. لكن الخيط الرفيع هو: هل السر ده بيقويني ولا بيسحب مني طاقتي؟ لو السر ده بيديني أمان وبيخليني أقرب لنفسي، يبقى وجوده صحي جدا. لكن لو السر ده بيأذيني ومخليني عايش في خوف أو ذنب، هنا لازم ألاقي مكان أشاركه فيه. يمكن السر اللي عمرك ما حكيته يكون حلم أو مشاعر. السر مش دايما حاجة نخجل منها، أوقات هو الحتة البريئة اللي بنخبيها علشان نحافظ عليها. المهم ما تسيبش سرك يحرمك من الحياة، ولا تخليه يكون حمل تقيل عليك. سؤال حلقتنا النهاردة: ايه السر اللي عمرك ما حكيت عنه وحاسس انه جزء من شخصيتك؟ شاركوني في التعليقات أو بعتولي رسائل، علشان لما بنحكي بنكتشف إننا مش لوحدنا. كنت معكم أنا بسمة في سايب أثر، البرنامج اللي بنطلع فيه كل المستخبي جوانا عشان نلاقي نفسنا ونسيب أثر. استنوني كل يوم سبت واثنين واربع الساعة 6 مساء على اليوتيوب، وخليكوا فاكرين سايب أثر قريب لقلبك. أشوفكم الحلقة الجاية.